في أبريل من العام 75 و900 وألف كانت هناك محاولة اغتيال الزعيم الماروني اللبناني بيير الجميل، ورغم فشل المحاولة إلا أنه قد أدى إلى مقتل مرافقه جوزيف عاصي. أدى بعد ذلك إلى الهجوم على حافلة مدنية تقل ركابا مدنيين، أدى إلى مقتل نحو 27 من المدنيين. فتفرق الزعماء وتفرق الفرقاء وتلاسنوا، ووصل التلاسن إلى حالة من التناحر استمر لمدة عامين، ولم يدرك اللبنانيون أنهم إزاء حرب أهلية إلا بعد عامين تقريبا، لأن هذه الفصائل كان يقف وراءها أحد القابعين هناك فيما وراء البحار، فغزوا تلك الحرب الأهلية، فجاء الحديث بعد ذلك عن إعمار لبنان. كذلك في الصومال بعد سقوط الرئيس الصومالي الأسبق سياد بري تناحر الفرقاء، ووصل التناحر إلى الاقتتال، ولم يدرك الصوماليون أنهم إزاء حرب أهلية إلا بعد أن تقطعت أوصال الصومال، وذلك بتغذية هؤلاء القابعون فيما وراء البحار. أيضا في العراق عندما أدرك السيد الغربي فيما وراء البحار أن العراق قد تصل إلى مرحلة يستعصي عليهم قرارها، حملوا صواريخهم وقنابلهم على ظهور دباباتهم ورموا الشعب العراقي، وتحللت العراق وتفرقت تحت رغبة السيد الأمريكي أو السيد الغربي. أيضا في الخليج حيث النفط والمال تصوروا أنهم لا بد لهم من حماية، وأدركوا أن هذه الحماية لا بد أن تنطلق من القابعين هناك فيما وراء البحار والسيد الأمريكي، دون النظر لتبعات هذا الأمر، ودون النظر لما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تردي الأوضاع في المنطقة العربية. في سوريا أيضا حيث النظام السوري الفاسد الذي يقتل الشعب السوري شيوخ وشباب وأطفال وعجائز تحت سمع وبصر ذلك السيد الغربي القابع هناك فيما وراء البحار، ولم يتحركوا أبدا لنصرة الشعب السوري إلا بعد أن يدركوا أنهم أصبحوا يتصورون أنهم يمتلكون مقدرات الشعب السوري. وفي مصر قامت الثورة المصرية التي أذهلت ذلك السيد الغربي بسلميتها، ورغم أن الكل تصور أن مصر في طريقها إلى الاستقرار والتقدم، إلا أن هذا السيد الغربي أبى لمصر أن تتقدم، لأنه على يقين أنه إذا ما قامت مصر من عثرتها فإنها سوف تتحول إلى نمر اقتصادي ونمر سياسي. فراحوا ينفخون ويعبثون بعقول بعض الذين نطلق عليهم القادة السياسيين الذين استخدموا الشباب وألقوا بهم إلى المحرقة دون أن يدركوا حتى اللحظة أنهم يرموننا في طريق الحرب الأهلية. لذلك نحن في برنامج أنا المصري نقول لهؤلاء القادة: كونوا عند مسؤولياتكم الوطنية، كونوا عند مصريتكم، وحافظوا على مصر واستقرار مصر، لأننا إذا ما وصلنا إلى تلك المرحلة الحرب الأهلية فإننا لن نرحمكم ولن يرحمكم التاريخ إذا كنتم بالفعل تبحثون عن التاريخ. نقول لكم بأمانة: أنقذوا مصر وعودوا إلينا، عودوا إلى شعبكم، عودوا إلى وطنكم،
عودوا إلى مصركم.